السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. معكم قناه اسرار الطبخ. اليوم كنقترح لكم سلطه صحيه بالفواكه كتجي اكثر من رائعه شكلا ومذاقا. ما تشبعوش منها. نتمنى تروقكم وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وكذلك بلايكاتكم. نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. عندي في المقادير 2 بنانات وكميه من الخس اللي غسلته وسقطرته. عندي كمية من السكر سنيدة، 2 ليمونات اللي نقيتهم مزيان وحيدت لهم الخيوطة اللي فيهم، وتفاحة، كمية من الفريز، ما كانش عندي الطري واستعملت اللي في المجمد، ومن الأحسن تستعملوا الفريز الطري في هاد السلطة. كناخدو التفاحة وكنقيوها مزيان وكنحيدو لها البذور ديالها وكنقسموها على 4 وكنقطعوها. كناخدو الخس وكنقطعوها، ومن الأحسن تقطعوها بيديكم باش كيبقاو فيها الفوائد ديالها الصحية. كناخدو صحن التقديم وكنوضعو فيه الخس اللي قطعناه، كنحاولو نوزعوه في الطبق. كناخدو الليمونة وكنقطعوها على 4، كل جزء كنحاولو نقطعوه. بعد ما كنتهيو من تقطيع الليمون كنقطعو التفاح.
كناخدو الصحن وكنحاولو نوزعو فيه قطع التفاح. بعد ما كنتهيو من توزيع قطع التفاح على الصحن، كنوزعو قطع الليمون على الصحن. كناخد البنان وكنقطعو لدوائر أولا دوائر مائلة. كنوزع قطع البنان على الصحن. كنوزع قطع الفريز على الشلاضة. أنا استعملت الفريز اللي كان في المجمد، من الأحسن تستعملو الفريز الطري. كنرش على السلطة القليل من السنيدة، والسنيدة كتبقى حسب الذوق، اللي ما بغاش يستعملها ما يديرهاش. لتعم الفائدة ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة من بعد ما تفرجوا في الفيديو، كذلك بارتاجيو الفيديو مع أصدقائكم وأقاربكم باش كتشجعوني نستمر معكم ونقدم لكم أحسن الأطباق اللي تنال إعجابكم. هذا هو الشكل ديال السلطة الصحية بالفواكه اللي وجدت معكم، كتجي منعشة ومشبعة بالإضافة أنها صحية. حتى لهنا كنكون وصلت معكم لآخر مرحلة في الفيديو. نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة باش تشجعوني نستمر معكم ونقدم لكم أفضل الوصفات اللي تنال إعجابكم. حتى لهنا كنكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. كنضرب لكم موعد آخر في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.